كلية العلوم 1925. كلية العلوم هي من أقدم الكليات على مستوى، ليس على مستوى مصر ولكن على مستوى الشرق الأوسط. موقع الكلية عالمياً. الحمد لله كلية العلوم تحظى بمكانة عالمية بين الكليات المتخصصة في نفس مجال الكلية على مستوى العالم. ففي الآونة الأخيرة ظهر تصنيف جديد اسمه تصنيف ستانفورد لجامعة ستانفورد الأمريكية، وهذا التصنيف يختص بتصنيف العلماء على مستوى العالم. وطلعوا قائمة بأفضل 2% من العلماء على مستوى العالم طلع من كلية العلوم الحمد لله، فيما يقرب من 45 عالم على مستوى العالم ضمن أفضل تصنيف ل 2% من أفضل العلماء على مستوى العالم. كلية العلوم الحمد لله فيها 11 قسم، فيها برامج متميزة، وفيها حوالي فيما يقرب دلوقتي حاليا من 30 برنامج كلهم بيعملوا بنظام Create Our System. بتعمل شراكات مع أو بروتوكولات تعاون مع جامعات أجنبية لها مكانة وسمعة عالية مرموقة. وبإذن الله كل خريج كلية العلوم بيحظوا بمكانة عالية ومرموقة بين كل الجامعات المصرية والجامعات العربية والأجنبية. كلية العلوم 1925. كلية العلوم الحمد لله لها مساهمات مجتمعية مع الدولة المصرية في كافة المجالات اللي بتختص بأقسام كلية العلوم. وفي الحقيقة كلية العلوم دي بتهتم بالبيزك ساينس، هو ده الأساس. لا يوجد علم على مستوى العالم يدرس إلا من خلال البيزك ساينس، سواء في الكيمياء أو الفيزياء أو الرياضيات. أنا بشبه كلية العلوم بالظبط لو حضرتك حبيت تنشئ منزل لازم تعمل له أساس. الفاونديشن لكل الساينس اللي في الدنيا لازم تكون بيزك ساينس بتدرس داخل كلية العلوم. عشان كده حضرتك لو وجدت الطبيب اللي بيتخرج من جامعة في أمريكا بيبدأ الأول ياخد له
فيما يقرب من 3-4 سنوات الأول في كلية العلوم، بيدرس بيزك ساينس وبعد كده يتجه إلى المجال الطبي. إذا كلية العلوم هي الأساس في كل حاجة. كلية العلوم 1925. أن كثير جدا من المشاريع القومية شاركت فيها كلية علوم، زي اكتشاف مقبرة أكبر قادة الملك رمسيس. دي كلية علوم كان لها مساهمة كبيرة جدا فيها. الطريق السياحي احنا اللي قمنا فيه مسح كامل لهذا الطريق. بالنسبة للبحث الأخير اللي قام به الدكتور هاني هلال، شاركنا برضو في هذا البحث. فأنا الحمد لله أهم الأبحاث التي أثرت في الحياة. أغلب المشاريع القومية إحنا بنساهم فيها، ويوجد أبحاث كثيرة جدا بنحاول إن إحنا نبدأ ننفذها على أرض الواقع، لأن البحث لو هو حبيس الأدراج ليس له معنى. ومن هذا المنطلق إحنا بنسعى كلية العلوم جاهدة هذه الأيام أو هذه الفترة إن هي تنشئ شركة كلية العلوم للأبحاث التطبيقية، ودي هتتم بالشراكات مع المجتمع الصناعي. وهدفنا كله إن احنا نربط المجتمع العلمي بالمجتمع الصناعي، ودي هتكون خطوة مهمة جدا في تعزيز أو تحسين أو مساهمة فعالة للاقتصاد القومي وتحقيق أهداف مصر الخاصة برؤية مصر 2030. تولى على عمادة كلية العلوم على سبيل المثال وليس الحصر كثير من العلماء وكثير من الوزراء في مجال البحث العلمي أو التعليم. تولى عمادة كلية العلوم 2 من العلماء الأجانب، ثم تلاهم الدكتور مصطفى مشرفة. والدكتور مصطفى مشرفة لم تشهد له كلية العلوم أو العلماء داخل الوطن العربي بالكفاءة، ولكن شهد له العالم كله بأسره. ثم توالى كثير من العلماء زي الدكتور أحمد رياض والدكتور عزت خيري. كثير من العلماء تولوا أكاديمية البحث العلمي أو وزارة التعليم، هم رموز يحتذى بها في كل مكان في مجال التعليم والبحث العلمي. زيارة إلى كلية العلوم تجعلك تشعر بالفخر لما تحتضنه الكلية من أقسام تساهم في النهضة المجتمعية.